السلام عليكم، حياكم الله متابعين قناة نواف في فيديو جديد. اليوم راح نتعلم شرح بسيط وخفيف واحترافي شيء من الآخر. شفت المقطع اللي في بداية الفيديو؟ اليوم راح نشرح عليه. طبعا سويت هذا الفيديو قبل تقريبا يومين وجاتني كثير استفسارات على الانستغرام أو برضه في السناب شات كيف ممكن نسوي هذه الطريقة، والطريقة جدا سهلة. فتابعيني في هذا الفيديو. بس قبل لا نبدأ ضبط كوب قهوتك في طريقة كذا، أعطيني لايك، ولا تنسى إذا ما كنت تشترك في القناة اشترك في القناة وفعل جرس التنبيه. أنا نواف، نقول بسم الله نبدأ فيديو اليوم. طيب، في البداية لازم يكون معانا مصور ويصورنا بالطريقة هذه، بحيث اني اكون ماشي وياخذ معاي بهذه الطريقة. طبعا تختار الزاوية اللي تناسبك. بعد ما نكون صورنا وخلصنا من التصوير نتوجه الى تطبيق الكاب كات. فخلونا نروح نشوف كيف ممكن نطبق هذه الطريقة في تطبيق الكاب كات. بعد ما فتحنا التطبيق نروح على عمل جديد، اضغط عليه، وبعد كذا اختار الفيديو اللي حاب اشتغل عليه. الان اخترت الفيديو، اسوي له اد من تحت، فتح معي بهذا الشكل. اضغط على الفيديو واحدد البداية وين ابغاها. مثلا ابغى البداية من هنا، اوكي، بهذا الشكل، واحدد النهاية من وين ابغاها، مثلا هنا، اوكي، خلاص، نحذف الزايد. بعد كذا اروح على الفيديو، اضغط عليه، القى عندي مجموعة خيارات تحت، اختار رابع اختيار اللي هو ستايل، اضغط عليه. بعد كذا اروح على اليمين، القى عندي هذه الاختيارات، اختار هذا العمل وانتظر ويحمل. طبعا التحميل هنا ياخذ شوية وقت، ممكن 3 إلى 4 دقائق حسب طول المقطع، فخلينا ننتظر ونشوف بعد التحميل كيف تكون معي النتيجة. لا زال شوف. الآن بعد ما حمل معي المقطع خلونا نشغله ونشوف الطريقة. شغل المقطع، بيكون بهذا الشكل معي، شايفين؟ إن شاء الله يكون واضح. خلينا نعيد. بيكون معي الفيديو بهذا الشكل. طبعا كل واحد حسب تصويره وحسب اختيار الزوايا. هذا الفيديو انا صورته على السريع بحيث انه بس اشرح لكم كيف ممكن نطبق. وبكذا يكون فيديو اليوم انتهى. اتمنى انكم استمتعتوا واستفدتوا. انا نواف، نتقابل في فيديو جديد. في امان الله. دقيقة قبل لا تقفل لا تنسى اللايك. في امان الله.